الزوجة اللي هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي ما عندهاش الأعذار اللي حضرتك اتكلمتي عنها، الحمد لله ربنا منن عليها بصحة وعافية وأمورها الحمد لله مستقرة، وللأسف جوزها خلاص نفر من البيت. طيب الزوج ده في بعض الناس يقول لا ده كده هيبدأ يبص لبره، هيدور ايوه. على راحته بره، هيدور على الهدوء والسكينة والنظافة بره. هل إهمال الزوجة وعدم نظافتها في نفسها وفي بيتها ممكن يدفع الزوج ليه؟ هل ممكن يجوز عليها علشان مش قادر ان هو يعيش في الحياة دي بعد سنين طويلة من الاستحمال؟ هل ممكن ان هو ينفر منها تماما وطول النهار بره البيت ما يجيش الا على النوم؟ هل يعني ايه اللي ممكن يحصل الزوج يعمله نظرا للضغط اللي هو عايش فيه ده؟ للاسف كل اللي انت بتقوليه ممكن يحصل. مم. هو حسب ما انا كزوج. اول حاجه لازم يكون انا كزوج عندي استعداد. يعني ايه؟ يعني في ازواج ما بتصدق، او في ازواج والله دي ما بتعملش. انت ايه نوع البذل اللي انت بذلته؟ ايه نوع المساعده اللي انت قدمتها؟ ايه نوع التصور اللي انت حطيته لحل المشكله اللي عندك دي؟ ده فكره الاستسهال، ان انا فعلا مم. ايه مش هروح طول ما البيت مش نظيف، فهي اخذت على عدم تواجدك. مم. انا مش هتكلم معاها في الموضوع ده، هي حساسه وبتاخد كل حاجه بقفش. لا، احنا مم. المفروض انا كزوج اول دور ليا ان انا اوصف المشكله واعترف بيها انا وهي. احنا بيتنا فيه ان انا مشكله. اكون الاول يا استاذه اشجان كمان زوج نظيف، ما انا ما اطلبش منها النظافه وانا مش نظيف اصلا، وانا اللي ببهدل البيت واخليها عماله بتلف ورايا تشيل ورايا. والنقطة اللي بعدها اللي انت بتقوليها فكرة ان انا النقد المستمر، وان انا بزود الاعباء. في ازواج بتحاول تحط عليها بزيادة. يعني ايه؟ يعني انا حطيت كده الكنكة وكبيت البن على البوتاجاز وعملت معرفش ايه والفنجان اتكسر في ايه، وانا سايب الحاجات دي مش هلمها عشان اشوف هتلم ولا مش هتلم. إيه؟ انا بثبت لنفسي وجهة النظر ان هي لا تعاشر. انا بثبت لنفسي ان هي زوجة مش نظيفة. لا ده انا انا بوقعها في بثبت ان الغلط البيت، بقى، ده انا بتلكك لها. ايوه. لا، انا اه. بثبت لنفسي ان هي امم. فعلا فيها مشكله كبيره. انا امم. بوجد لنفسي الاعذار، ان انا لو بصيت بره، ان انا لو اتجوزت، ان انا لو سبت البيت، ان انا لو سهرت مع اصحابي، ان انا ما عدتش اتكلم معاها، ان انا كذا. انت عارفه ان هي بتبقى في الضغوط دي بتمارس على المراه، اما ان هي بتاخد بالها منها وبيصيبها بالاحباط ونفسيتها بتتعب، او ان هي بيبقى لا مبالاه بقى ومش فارقه، هو حر، انا مهما اغير مش هيتغير. فهي اول حاجه لازم انت تبقى يعني تحدد معاها ان بيتنا فيه مشكله. نقعد كده ونقول بص يا بنت الحلال، البيت ده اول حاجه مش بيت مسلم يعني كده. ثانيا احنا عندنا مشكله. اللي بيحصل ان بيقولها انت مش نظيفه، البيت انت مش عارفه تهتمي بيه، انت كذا. فبالتالي انا ما ب... هي مش مشكلتها لوحدها، هي مشكلتك انت كمان. امم. فلان انت عايش معاها في نفس البيت، طب هو انا اللي هنظف؟ يعني لا، انا مش بطالب الزوج ان هو، لان في بعض الاوقات بيتحول الفضل الفرض. يعني زوج يقول لي انا كل يوم مثلا اللي بلم بالمكنسه قبل ما بننام، اليوم اللي انا يكبس عليا النوم فيه هي تبدا تقول لي انت اللي ما كنستش بالليل مثلا. فانا بعمل اه ده ده تفضل اتقلب عنده. الموضوع، يعني في ستات اتعودت ان زوجها مش هيقدر يقعد كده فهيقوم هو ينظف. هو اللي هينظف. هو عنده ما بيحبش طبق يبقى في الحوض. في رجاله كده، في رجاله نظيفه فعلا. فهو يقول لك بدل ما اقعد اقول لها وهي مش هتعمل وتقول لي طيب وحاضر وتطنش وتمسك تليفونها، انا هقوم اعملها. فبالتالي كل يوم هي مستنيه منه الجانب ده. لا، انا امم. لازم اول حاجه اقعد معاها اوصف ايوه. بيتنا، وياخد منها اعتراف ان فعلا في ازمه. لان اللي بيحصل تقول له ليه؟ طب مش عاجبك اعمل، طب مش امم. عاجبك هات لي. فلا، نوصف المشكله صح. تاني حاجة الاعتراف. يعني وصفناها، تاني حاجة اعترف، ايوه انا مش قادرة اعمل كذا، ايوه انا مقصرة في ده. طب ايه؟ لازم تدخل نفسك جزء معاها في المشكلة عشان توصل لنتيجة صح. انما اللي بيحصل القاء اللوم، انا واجب كزوج ارجع الاقي كذا وكذا. ماشي يا سيدي، على عيني وعلى راسي، بس في نفس الوقت ما بلاش تبقى انت على طول هي الاساس. هي الاساس مش بس، انا لما اجي احل مشكلة لازم ادخل نفسي جزء فيها عشان نوصل للمشكلة اه. دي الحل. فتاني تمام. حاجه ان انت بتقول احنا عندنا مشكله، إيه تمام، واعترافها ان ايوه انا طاقتي كده. تالت حاجه المهام اللي ما ينفعش انها تسوف. يعني يا فلانه ما ينفعش ان احنا يبقى بيتنا فيه كذا وكذا وكذا وكذا. اللي بيحصل ان الراجل لما بيجي يتكلم حتى لما يستشيروا حد، هو بيدخل بقى الصغيره في الكبيره. بصي كل حاجه بقى انفجر بقى، فهيجيب بقى امم. نظافه البيت على النظافه الشخصيه على نظافه الولاد على نظافه الاكل على انها ما بتعرفش بالظبط بالظبط، تطبخ. ويبدأ يهددها بيطلعها والله لا بقى هي متجوز حافظينها عليكي، قدام. والله لا اعمل واسوي. ايوه، انا مش مبسوط في اي حاجه، انت ما فيكيش ميزه اصلا.
فيبدا بقى ايه، هو مادام بقى لطش في كله. فلا طبعا، انا ما شاء الله عليك انت بتطبخي كويس، ما شاء الله عليك انا عارف كذا، انا عارف كذا، انا عارف كذا. فبنبدا نشد نهم زي العيل الصغير، بتبداي تساعديه ياخد الخطوه اللي بعدها. فهي انت كزوج هو ربنا عز وجل عطيك القوامه في ايدك، عطيك ان انت سبحان الله بالتأكيد. اداره البيت في ايدك، عطيك اليمين الطلاق في ايدك، عطيك كل حاجه في ايدك. فمعناها ان الراجل هو اللي في ايده القوامه لاداره البيت. فاي تمام. مشكله في البيت المفروض انت تاخدها. بعد كده بقى وضع الحلول اللي هي نقدر ايوه، نستخدمها. الحلول. طيب انا قبل الختام خلاص